قال هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع إلى ربك، فقلت استحييت من ربي، ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا هي حبائل اللؤلؤ، فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. جینو بیائیں ہمیں مبارکین دانکانی مانا و ترجمہ گورا اودا کے ابا حزم چه ابن عباس و ابا حبر روایت کرتت حدیث چندارا و مبارکین دان کو جملہ یانا اودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای مبارکین فرمان ظاہر بود کے اللہ رسول فرمان کو منا پدا برگ بو برزد تاکہ میں چین جاہی سر بوتوں کے أسمع فيه صريف الأقلام من هموده من كلاماني نبيسغاني توارا إشكونا غايتو فرشتغان الكرام الله حكمه أمراني دستوراتا نبيسا غايتا هم كلاماني كسانو كن تواري كي كيتن كاغد سرا هم آواز من إشكوت نو پدا ديمتر حصين کے ابن حزم انس رضی اللہ عنہما ای جملہ و ای حدیث ایدی کے باہر حصہ بیان کنانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کو کہ ففرض اللہ جل وعلا شانه على امتی 50 صلاة اللہ ذوالجلال منی امت سر 50 نماز فرض فرمائیں امتارا نماز کے دیگبو اولیے فرض نماز انی تعداد 50 سبحان اللہ گوڑا ففرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك ما إن شاء الله زرتو برترتو إن شاء الله گنجندرا سيدنا موسى عليه السلام يقول من الرحوست فقال ما فرض الله لك على أمتك يا محمد بتي خاطرة وتي دوستي أو هما مقصدية كتو الله دربار پیش بوتي تي أمت سر الله رب العزة چه حكمه وچه فرماني نام جبت كرتا قلت فرض 50 صلاة من أرزكو كجناب موسى الله رب العزة من أمتي سر 50 نماز فرض كرتا قال فرجع إلى ربك جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تو بدأتي رب دربارة حاضر بو فإن أمتك لا تطيق ذلك تي أمتا إيك واسني كبنجه نماز وانت بكانت فراجعت ما پدا الله دربارہ حاضر بو تو عرضوں کو کہ اللہ یہ بازا الله فوضع شطرها يك بحری و حصے اللہ رب العزت کہ ہمیں فرض نمازن دور کو پدا ما وستون چه سیدنا موسی علیہ السلام کر رہا پدا ای جس کو کہ چنکا کم ہوتا من عرض کو کہ یک بحری